صوته خاص وقوي، قدر يحقق حضوره بين الأصوات السورية. إتقانه للعتابة والميجنة والأوف كان له بصمته الخاصة. ضيفي اليوم هو جهاد الأمير. رحبوا معي بالاستاذ جهاد الأمير. أهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا فيكي وكل المشاهدين، وأنت إلك طريقة رائعة بالتقديم، إنه في محبة وأنت كلك محبة. تسلمي يا أستاذ. إن شاء الله بيكون رمضان كل سنة مثل ما مرق السنة في ارتياح نفسي، إن شاء الله السنة الجاية بيكون أفضل. كل عام وكل فرد في سوريا بخير، وكل عسكري عم بيقاتل بألف خير، والله يرحم الشهداء، والله هيك يشفي كل إنسان جريح قدم شيء لهالوطن. وتحية كبيرة لكل الشعب السوري، وكل عام وأنتم بخير جميعا. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك. ضيفتي الثانية هي يمكن موهبة جديدة، أول إطلالة تلفزيونية لإلها رح تكون من خلال برنامج اشتقنا. صوت جميل وأيضا حضور جميل، الفنانة ريماز. أهلا وسهلا فيكي، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا فيكي وكل عام وأنت بألف خير، ينعاد علينا وعلى سوريا الأم بألف خير، وإن شاء الله بهالعيد وبيعم السلام وبيرجع الأمان، وإن شاء الله السنين الجاية أفضل، وأنا هذا اللي شايفته بإذن الله يعني. إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير، وسوريا دراما بألف خير كمان، وأنت بألف خير. أهلا وسهلا فيك ريماز. نوعد اليوم مشاهدين هيك بحلقة خاصة مع أصوات جميلة، لكن يمكن الأصوات الجميلة دائما في مين يكتب لها الكلمة، كانت هي الأساس. اليوم معنا شاعر وطبيب، ضيفنا الدكتور شاهر موريس منصور. اليوم رح نحكي نحن وياه عن الكلمة وعن الغنية وعن التعاون المشترك بينه وبين الأستاذ جهاد الأمير. أهلا وسهلا فيك دكتور. هلا. نورتنا، كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير، يسعد مساكم. أهلا وسهلا. نعاد عليكم إن شاء الله. أول شيء، كيف بلودان؟ بلودان بتاخذ العقل، صبرت ونالت، صمدنا وانتصرنا بفضل جيشنا وصمود شعبنا وقائدنا. كل عام وأنتم بخير. بعد بلودان متألقة مثل ما هي، بهواها بأهلها بشعبها مثل ما هي، وفاتحة أبوابها، فتحت أبوابها وقلوبها، الكل يكون موجود ببلودان. ونرجع نسهر هي السهرات الجميلة ببلودان اللي هي دائما رئة دمشق. بلودان لها حضور كان في المعركة، إنه الشعب بلودان شعب بيحب وطنه مثل أي ضيعة أو أي بلدة أخرى، بس الضغط كان عليهم كثير وقدروا يقاوموا وقدروا يصبروا. الحمد لله بعزيمة شباب بلودان وعزيمة جيشنا العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري وحكمة قائدنا انتصرنا، والنصر قريب. مو بس قريب، خلص انتصرنا، إن شاء الله بيكون الفرح قريب للنصر إن شاء الله. أكيد. كمان بدي رحب معنا الأستاذ فرح عيلان. أهلا وسهلا فيك، المرافق دائما مع الأستاذ جهاد. كل عام وأنت بخير. وكمان الأستاذ ماهر. أهلا وسهلا فيك، نورتونا. ريماز، يعني اليوم أستاذ جهاد بيتميز بهذا الصوت الجبلي الجميل. أكيد. أي لون أنت بتحبيه أكثر، أو بتحسي إنه أنت هيك بتأديه بحب؟ هلا أكيد كل إنسان له لونه، بس ما في أجمل من شيء اسمه لونه القديم. يعني الشيء اللي اسمه طرب، هذا الشيء يعني شغلة كتير حلوة، يعني شيء سمع نظيف، كلمة صح، غناء صح، إحساس. بقى لوني أنا كلون بحب الطرب. طيب هلا إذا ما نسمع من ريماز، أنا إنسانة طربية وبحب الشيء اسمه طرب. إيه بنسمع. شو ممكن أكيد نسمع منك هلا؟ بنسمع بنقول مستنياك. يلا.
يعني قريب مني. ماما طالت رحلتك مستنياك، قلبي معاك يا حبيبي في غربتك. ماما طالت رحلتك مستنياك، قلبي معاك يا حبيبي في غربتك. مستنياك يا روحي تشوف كل العشاق، مستنياك تعبت تعب من الأسواق، مستنياك وانا دايبة يا عيني من الفراق. مستنياك يا روحي تشوف كل العشاق، مستنياك تعبت تعب من الأسواق، مستنياك وانا دايبة يا عيني من الفراق. حبيبي حبيبي أنا بسأل النجوم كل ليلة عليك، وبكتب كل يوم غنوة شوق بتناديك. أنا بسأل النجوم كل ليلة عليك، وبكتب كل يوم غنوة شوق بتناديك. وبحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني وبحلفك يا حبيبي، وساعتها هتلاقيني بلحظة بين ايديك. انا بسأل النجوم كل ليلة عليك، وبكتب كل يوم غنوة شوق بتناديك. انا بسأل النجوم كل ليلة عليك، وبكتب كل يوم غنوة شوق بتناديك. وبحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني وبحلفك يا حبيبي، وساعتها هتلاقيني بلحظة بين ايديك. طولت في بعدك زودت في عنادك، طولت في بعدك زودت في عنادك. ما كفاية 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 كفاية. الشوق بغنيلك يا تجيلي يا جيلك، الشوق بغنيلك يا تجيلي يا جيلك. وتعالى يا غالي نورني يا الليالي،
مستنياك يا روحي تشوف كل العشاق، مستنياك تعب من الأشواق، مستنياك وانا دايبة يا عين من الفراق. حبيبي حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله يا ريماز، كثير شيء حلو، يعطيك العافيه. شكرا لك، هيدا من ذوقك. دكتور موريس، خلينا نرجع من اخر عمل كان لإلك، حكم الهوى. حكم الهوى، شارة حكم الهوى من كلمات حضرتك. نحكي عن هي التجربه كيف هي تجربة جميلة سيدتي. أوقات بيكون كثير شعراء عندهم أشعار، بس وقت يتلحن الشعر ينحط على المحطات، خاصة على سوريا دراما والمحطات الفضائية السورية وكذا محطة، ليشوفوك كثير عالم. الشعب بده يظهر إحساسه للعالم، ما بده يضل مخبيه. في بعض العالم بتخبي إحساسها أو شغلة، أنا لا بكتب. هاي الشغلة حلوة إنك تفوتي بموضوع الشارات. طبعا الانتشار كان من إذاعة دمشق، من تلفزيون العربي السوري، من محطاتنا هون، ولكن هلا أضفنا شغلة جديدة. وقت عملت حكم الهوى كانت شارة مسلسل، لأنه المسلسل اسمه حكم الهوى. وقت كتبت الشارع على اسم المسلسل حققت انتشار جيد جدا. ويمكن اليوم على تلفزيون دراما كان عم بسمع آخر إحصائيات إنها هي الأولى. هي شغلة جميلة بتسعدك من داخلك، بتتوج عمل لمجموعة كاملة من البشر، بس هذا بيسعدني كثير أنا. طيب خلينا نتذكر كلمات الشارع. كلمات الشارع بتقول: حكم الهوى وشرد غيم تشريد، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، مين اللي قادر على الهوى يحلف يمين؟ لو ما الهوى شو كان صار بهالبشر، لو ما الهوى ما كان غنى القمر، نزعل بصالحنا نرضى بفرحنا، تكون مطارحنا وبغير عناوين، مين اللي قادر على الهوى يحلف؟ حكم الهوى وشرد غيم تشريد، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما الهوى ما بيفرح الحزين، لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما الهوى ما بيفرح الحزين، لو ما الهوى. هي الشارع، انت قريت العمل ولا كان في عندك هي الاغاني حسيتها بتزبط على هذا العمل؟ لا اعطوه هلا عم يعطوني ملخص سيناريو عم بقراه. انا عامل اكثر من شارع، بس هي اللي طلعت هلا. بيعطوني ملخص بقراه لفتره، بعدين بنفصل على هذا الشارع. احيانا بنتوفق بمين بيغني، احيانا ما بنتوفق، بس المهم انا اعمل اللي علي واكتب الكلام. بالفعل كلام كثير جميل. دكتور موريس، يعني حضرتك طبيب وجراح، يعني دائما بنلاحظ اصحاب المهن اللي لها علاقه بالمجالات العلميه، ان كانوا اطباء او مهندسين، دائما عندهم ميول ادبيه وفنيه. يعني فينا نتذكر كثير اسماء مرت بعالم الفن والكتابه. اليوم كيف انت هيك وفقت بين الاثنين، او كيف بدات تكتب الاغنيه؟ هلا الموهبه من عند ربك سيدتي. أنا ممكن نحكي مع كثير من الشباب والصبايا، العزف شبه موهبة مع إنه احتراف، اللحن موهبة، تلحين يعني، الشعر كمان هو موهبة من عند ربك. ما ممكن تعلمي حدا الشعر يكتب شعر، تعلميه يعزف، تعلميه، بس هي موهبة. أنا حبيتها من زمان، اكتشفتها من زمان، وكان لي أعمال من وقت ما كان عمري 18 سنة. أول أغنية سحر عيونك جنني لسمير يزبك الله يرحمه، كان عمري 18 سنة أولى كلية طب بشري بجامعة الشام. يعني قصة قديمة. وراحت الأيام وإجت الأيام ورجعت لها المبنى اللي بحبه، لإذاعة دمشق، لسوريا، للتلفزيون العربي السوري، وكل العالم غنوا لنا. العلاقة اللي بيني وبين الدكتور علاقة قناعة، محبة، وفاء. بعدين في شغله كثير مهمة، أنا لا أثق بأحد
انا اسف دكتور كويس. فكرت للاسف في احد حتى يثبت العكس. لا يعني كثير عالم من اصدقائي كذا بالعمل بالفن بالموسيقى بالابداع انا اسف دكتور كويس، انه بعرفه انا بغمض عيوني بيعمل لي طلب. في عندي منية على سوريا بيعمل لي اياها دكتور كثير حلو. هلا صديقنا انا بحييه من هالمكان هذا باسل عمران، هو اللي حينتج الاغنيه لسوريا. حلو تحيه كبيره. هلا ما سمعك مقطع منها، هي لسوريا هي الحبيبه. يلا انا سوري وجبيني عالي ورافع راسي بسوريا، تحت جناح النسر الغالي شمس الكون بتتفيا، بيي وامي فرحي وهمي وزمرة دمي سوريا. انا سوري والشمس حدودي، لون الارض بلون زنودي، كتب سوريا عجبيني من قبل التاريخ وجودي، بيي وامي فرحي وهمي هو زمرة دمي سوريا. كتر ما بحبها كتبت كتير عن أرضها عن شعبها ونصرها الكبير، وآخر قصيدة مش أنا اللي كتبتها، جيشي كتبها وقال لكل الدنيا اللي بيعاد الشام عقله صغير. آخر قصيدة مش أنا اللي كتبتها، قلبي كتبها وقدمها هدية لعيون خضرة معلقة فيي، لزنود سمرة حاملة بإيدها الشرف عالسندياني حفرة وصية. واجب علينا نسهر ونحمي البلد، واجب علينا نصون مجده للأبد، نزرع محبة وعلى الوفا نربي الولد تضل أرض الشام محمية. آخر قصيدة مش أنا اللي كتبتها، قلبي كتبها وقدمها هدية لنسور بتحاكي السما، لأسود عم تحمي الحمى، وقفوا بوجه الظلم وقفة عز وجابوا النصر للشام عيدية. آخر قصيدة مش أنا اللي كتبتها، قلبي كتبها وقدمها هدية. الله الله الله، كثير كثير شيء حلو، كثير فيها كلمة البسيطة لكن هي عم توصل هو للقلب، السهل الممتنع بيوصل لكل العالم، وهو أصعب أنواع الشعر معلوم بنفس معلوم الوقت. معلوم. أستاذ جهاد، هيك بدنا نرجعك بالذاكرة لورا ونتذكر بلودان والضيعة. دائما نحن بس بنشتاق لأيام الطفولة، شو بدنا نتذكر اليوم؟ انا بتذكر بلودان ايام رمضان كنت صغير، كانت عندنا الطريقه التقليديه للسحور، انه بيطلع واحد اسمه ابو عفيف عنا الله يرحمه، كان يمسك الطبله ويقول يا دايم وحد الدايم يا. انا كنت خاف منه بالليل، كنت صغير اركض واتخبى ببي انه عم يعيط اللي برا. ايه صرت تعودت على صوته، وعلى مر الايام صار له عندي شيء حلو. بس يقولوا رمضان اتذكر هالفلكلور الحلو، هالشيء اللي كان عم يعمله هالشخص هذا، انه كيف الشعب البسيط كان يدور على كل البيوت بالضيعه عنا، والثلج عم ينسف عم ينزل، تطلعي على القنديل لبرا عم تلاقيها الثلج، والزلمه مارق هيك وعم يرد الطرحه اللي حطتها على راسه مشان يشوف الضياء نايم وحد الدايم. هي الصوره اللي بنساها بحياتي. ونحن عندنا شغله كثير حلوه بلودان، نحن عندنا في تعايش اخوي، اسلام ومسيحيه، نحن اهل، يعني نحن كلياتنا عائله واحده. يعني وقت اللي بيكون جاري صايم انا ماني صايم، انا بيجيني اكل وقت اللي نحن كمان بعيدنا وبصيامنا كمان نحن بيجي الاكل على البيت. نحن في عنا موده، ونحن الحمد لله نعتبر نفسنا انه نحن لنا طابع خاص ببلودان، طابع المحبه والود لكل العالم، ونحن سوريين اصليين. وتحيه لكل شعب بلودان، كل عام وانتم بخير. طبعا بنحيي اهلنا ببلودان، وهي دائما بلودان المنطقه المضيافه لكل سوريا، وخصوصا بالصيف بتلاقي مو بس من سوريا، من كل الوطن العربي كانوا يكونوا ببلودان، وقد ايه هي الترحاب والضيافه من اهالي هالمنطقه بلودان والزبداني. وهلا هي فتحت ابوابها، ومهرجان بلودان قادم ليستقبل كل الناس،
ونرجع نعيد ونحتفل ببلودان. شرف. اكيد مو هيك؟ طبعا. طيب هلا ما نغني شي لجهاد الامير هيك؟ شو بدنا نغني؟ اجي انا. اي يلا. قالت مجوز قلت عزابي مر الهوى وما دق عبابي. قالت مجوز انا قلت عزابي مر الهوى وما دق عبابي. قالت إذا دقيت شو بيصير قلت لها مو عامل حزان. قالت إذا دقيت شو بيصير قلت لها مو عامل حسابي. قالت أنا مثلك نطرت كتير ذاب القلب واحرقت أعصابي. قلت لها حبل الكذب شو صغير الكذاب بده هيك كذابي. يا باي يا باي. قالت لي رحال قلت لها مراحل. قالت لي رحال قلت لها مراحل. قطعت جبال وحرقت المراحل. إذا الشيطان لغز مرا حل بيقولوا راسد بدرس الحساب. ماماي 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 لا 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 دقينا ما ردوش غنينا ما اهتموش دقينا ما ردوش غنينا ما اهتموش تركوني لحالي لحالي غني الليالي بالليالي. تركوني لحالي لحالي غني الليالي بالليالي. خلوني بالعالي عالي العالي العالي. ارمي 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 هالطربوش دقينا ما اهتموش ردوش غنينا ما اهتموش تركوني لحالي لحالي. غني الليالي بالليالي تركوني لحالي لحالي. غني
العالي عالي العالي العالي ارمي 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 هالطربوش بابك يا قلبي طاروا بالعالي والليل وانصاروا احبابك يا دكتور طاروا بالعالي مدري وانصاروا بكره بيعودوا بغاروا سألنا عنهم ما سألوش تركوني لحالي لحالي من الليالي بالليالي تركوني لحالي لحالي غني الليالي بالليالي جلوني بالعالي عالي العالي العالي ارمي 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 هالطربوش ارمي 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 هالطربوش. هلا الموال اللي قلته اول شيء قصته عند الدكتور موري. هذا كلمات الموالين كلمات الدكتور موالين. نحكي عن قصة الموال الأول. فضايح بتكفني مرتي؟ بكفلها طيب خلاص. باعتبار عيد رح نحكي. لا الدكتور موريس بحمايتنا. طيب أنا قصة الموضوع أنا كنت عم بتخصص بألمانيا، جيت بعد 2010. فأول سؤال بتعرف بالغرب نجوز ولا عزابي؟ فأحدى الصبايا بالمستشفى قالت مجوز، بقى أنا ما حاطين محبس مشان العمليات. قالت مجوز، قلت عزابي. مر الهوى وما دق عبابي، قالت إذا دقيت شو بيصير؟ قلت لها مش عامل حسابي. قالت أنا مثلك نطرت كتير وداب القلب وحرقت أعصابي، قلت لها حبل الكذب شو صغير، الكذاب بده هيتكذب. دائما هي فيها سيداتي شو كنا عم نحكي وقت تغنى الكلام أخذ غير روح. الشعر حلو والموسيقى حلوة، إذا تكافلوا مع بعضهم وكان في إحساس تطلع الأغنية شغلة حلوة بتعمل انتشار. هذا الموال اللي يتغنى بعدين لو خليته عورائي بده. صحيح. الشعب بيكون كريم بعطائه، صح. بغض النظر عن الناحية المادية، المهم هيك يوصل للحظة سلطنة حلوة كتير. وقت تحسي فيها هيك الشغلة الحلوة هيك بيفرفح قلبك. أكيد. بتكفي كمان. بيسعدك وقت بتلاقي طبعاً طبعاً. أعطيت كلمات لمطربين غير الأستاذ جهاد؟ كل مطربين سوريا أعطيتهم أغاني وطنية كاملة. مين بتذكر منهم؟ هلا عم ما بدي انسى. هلا بنحكي عليها بعد شوي. من مثلا الاستاذ اصفر رشيد، الاستاذ دريد عواضر، الاستاذ بسام حسن. ما بدي انسى حدا، كلهم يعذروني. سمير النوري، عدنان عمر. حلو. يعني عاطي كثير ما شاء الله. واغاني كلهم نجومنا ونحن بنفتخر يشرفونا. فيهم. في عملنا عمل العام الماضي انا والاستاذ فرح، كلماتي ولحنه كمان، اسمه ضمير الانسانيه، كمان لحن الاستاذ فرح، وجه له تحيه. هلا استاذ فرح، اليوم انت عم بتغني هذا اللون الطربي. دائما نحن وقت نبلش بالغناء في مطرب ما بنتاثر فيه او مطربه، بمين تاثرت ريماز؟ مين سمعت له اكثر وحاولت تقلده؟ أم كلثوم. يعني ما بقدر أقول، هن بكل شيء بمحيط الفن القديم فهو مقدس بالنسبة إلي، إن كان أم كلثوم ولا إن كان وردة ولا عزيزة جلال ولا أستاذ وديع الصافي ولا الصبوحة. هي هذا الفن كتير رائع. يعني أنا من النوع اللي كنت بسمعه، بس أنا اللي كانت روحي تنسحب بوقت اللي بسمع وبنبسط وبرتاح كانت للسيدة أم كلثوم. بس كل شيء قديم حلو، ما بنقول نحن ما عم نغني شيء جديد، بس طبعا الجديد بيختلف عن القديم، بس القديم له طعم آخر، له لون آخر، له حياة، له روح. عملتي شي أغنية خاصة فيكي ريماز، إنه هي ريماز هيك؟
انه بعد ما سمعت انه عملت، لا ما عملت، بس كان عندي عمل ديو انا وخلدون حناوي، الحان السيد استاذ امين خياط، حلو، كلمات السيد اسعد، عملناها وعطت يعني لون حلو، بس انه عملت شيء الي ما عم لاقي الشيء اللي يناسب السريماس، هلا بس ما عم غير كلمات شيء من عند اكيد، أستاذ بس ولحن عند اكيد أستاذ هلا فرح. نحن حنستعين بالاستاذ طبعا من واسطه الاستاذ جهاد شاعرنا الكبير دكتورنا، حنعمل شيء جديد بالسنه الجديده. يعني عندي ان شاء الله بالسنه الجديده يعني عندي امال حلوه، بس لسه ما بلشنا فيها، بس فورا حنبلش فيها هلا كونه عيد، بعد العيد مباشره حنعمل شيء، وان شاء الله يا رب العالم حتسمع وحتى حيعجب هذا، حيعجبنا هذا الشيء. الفنان اذا ما عمل خاص فيه صح. ما بيقدر يكون له صح. بصمته. ما في كنت انا العالم. متمركزه على هذا الموضوع، لانه ما كنت لاقي شيء يعني لحتى اعطي صوره ريماس صح. محافظه على اللون ايه الطربي ساعتني محافظه على الجديد. اللون الطربي، بدي شيء يكون مناسب لهيدا اللون، يعني بدي شيء فيه روح. خلص وصلتي. هيدا يعني الكلمات الالحان الروح، طالما في شيء فيه روح اكيد حتوصلي انت، حاوصل وحاعمل شيء حلو. طيب بس ان شاء الله لا بالسنه الجديده حنعمل شيء حلو ان شاء الله. ان هلا شاء على الله. العيد هيك حابين نسمع منك اغنيه لا تلبق للعيد. وتعلى وتتعمر يا دار محمية براجة، لك والعسكر داير من دار توقف عسياجة. وتعلى وتتعمر يا دار محمية براجة، والعسكر داير من دار توقف عسياجة. سوريا يا زينة البلاد، تنعاد عيادك تنعاد. سوريا يا زينة البلاد، تنعاد عيادك تنعاد. والبيرق عالي عالي وتحول بالخيال عن خنصار النار ومكللي بالغار. دايم دايم عزك دايم ومزيني يا دار، تعالى وتتعمر يا دار بحمية براجة، لك والعسكر داير من دار توقف عسياجة. يا حبايبنا من بعد غياب رجعوا ع سوريا لحباب. حبايبنا من بعد غياب رجعوا ع سوريا لحباب. يا فرحة أهالينا صارت حلو ليالينا عند قمار القمار ومزيناني بالغار. دايم دايم عزك دايم ومزيني يا دار، تعالى وتتعمر يا دار بحمية براجة، لك والعسكر داير من دار توقف عسياجة. أو تعالى وتتعمر يا دار بحمية براجة، والعسكر داير من دار توقف عسياجة. تعالى وتتعمر تتعمر سوريا. يا رب يا رب ان شاء الله دائما. تعمل ويرجع الامن والامان، نحن رجعنا ان شاء الله وانتصرنا باذن الله.
ان شاء الله باذن الله. باذن الله انتصرنا. نرجع لعند الدكتور. نحن اليوم ما سمعنا شعر كثير من حضرتك، بس ما حكينا عن بلودان. قرب الصيف وهلت الافراح، وانت لهاك الكرم حنيتي. تركت العياده ورجعت فلاح، فلاح شاف الورد ما سقيتي. فلاح شاعر بالهوى لماه، بفهم عليكي كيف ما حكيتي. فلاح اصلي وعملت جراح، وحالف تاشفي جروح. خبيتي شعرك ليل فوق الصدر مرتاح، وجوا الليل ملهوف لفيتي. خايف اذا هب الهوى ينزاح، لو زاح شعره بينخرب بيتي. تنعاد معنا قصة التفاح. تفاح الله ليش حبيتي؟ ادم سبقني وضيع المفتاح، وحواء بدت وانت كفيتي. هلا هلا عامل شغلتين انا لبلودان، وحده بتقهر ووحده ما بتقهر. انت بدك الخبر الحلو بالاول ولا الثاني؟ اعطينا الخبر الحلو بالاول. قول فيها الخبر الحلو. بلودان يا كنز ما عنده مال، يا بحة الموعود يا حدود الجمال. سبحان يلي كونك ما أكرمه، يمكن حقيقة كونك يمكن خيال. سبحان يلي كونك ما أكرمه، يمكن حقيقة كونك يمكن خيال. خلى النسايم بهواك يحلموا، والسحر جاوب على سؤالك بسؤال. هلا هذا الحلو. حلو. نحن نعطي الثاني. ثاني. قول فيها. طب هي رسالة محبة. امبارح جابوا لي ورد مقطوف بحنان، وقالوا الحلو عم ينطرك صار له زمان. سألت الورد يا ورد مش شامم عطر، قال لي أنا مش ورد هي كذبة نساء. كنا إذا شي يوم زعلنا الحلو يرضى بوردة غافية بأرض بلودان، واليوم وصينا القلب لا تزعلوا، ما عاد عنا ورد صار عنا حيطان. يلا يلا ان شاء الله بيرجع بينزرع إن شاء الله الورد. بيزرع. شاء ونهدي ونسقي الورد. أكيد أكيد. دكتور، دائما يعني اليوم نحن عم نسمع اهالي بلودان هي اللكنه حتى بتضيف جمال على الكلمه، يعني طريقتكم في الالقاء ولكنه اهل بلودان تحس انه هي بتضيف حتى جماليه بالغناء. على الشعر، وهذا شيء ثاني. استاذ جهاد، اليوم تتذكر اول مره غنيت شو غنيت؟ غنيت باي عمر بلشت تغني حضرتك؟ أول مرة غنيت شو غنيت؟ في أغنية قديمة لمحمد العزبي كنت أسمعها كثير وبحبها. بهية وعيون قد كان عمرك؟ الحكاية لا قديم. قد كان عمرك؟ كان عمري شيء 11 سنة. 11 سنة. هاي الأغنية أثرت فيني كثير وكنت غنيها. كان في الله يرحمه ابن عمي، الله يرحمه توفى، صوته حلو كثير. أنا كنت أنا وياه يعني هيك على طول مع بعض نغني. هو كان بيغني أنا من العقد يا عيوني، أنا بغني عيون بهية. فيصير عراس بلودان نحن صغار كنا ياخذونا، أنا دقت بربكي وغني وهو يغني معي. فكانت كثير الأغنية هي مأثرة علي أنا. هي في حركة وكذا. بعدين غنيت انا اللون العتابه والهواره. هلا الهواره انا اول ما عرفت فيها غنيتها، انا من زمان بغنيها، بس نصر شمس الدين الله يرحمه هو مأثر فيني، مأثر فيني الاستاذ وديع الصافي. غناها مره بطريقه كثير حلوه، فانا قلت لازم اعمل شيء يطورها. هو غنى 4 قطع وقفل هواره، انا صرت اكتب قطع ورياب الهواره وتغندر رياب الزناره وكل من بده عقد والشايب بده ختياره وكذا كذا، صرت عد عليها يعني. طبعا. وهيدي اللي غنيتها انا كنت غنيها بالاعراس. عندنا ببلودان الاعراس مثل الدبكه، في عندنا شعراء وعندنا، فانا كنت متخصص بشيء اسمه هواره وعد عليها. مثلا هلا مثلا يعني في اشياء قلتها انا نسمع الشيخ. اي نعمل مقطع. سوريا الدنيا يا شام روضة وروحي بهديكي من بني احلى الانغام بلك ان شاء الله برضيكي
مين اللي بحسنك مهام، مين اللي ما تغنى فيكي، كل اللي عاشوا بالاوهام وجنوا حتى يغزوكي، صبوا عدراجك خدام وبقيت فيك الاماره على هور يا ابو الهواره. سوريا يا احبابي الشمعة منورة، سوريا يا احبابي بلاد الشام العمراني، هي سوريا العمراني، الله زينها بسحرة، حبي إلها رباني، السماها وبرا وبحرة، شعب أهلي وإخواني، نجومة وشمسة وقمرها بكياني ووجداني، تسلم ايد اللي عمرها، لو نسيتها ما بتنساني، مجنون اللي بيهجرها وما بيرجع لها من تاني، بحب وعطفه يغمرها، سوريا جنة هالاكوان، فيها مهد الحضارة على هور يا ابو الهوارة. ابويا الهوارة، من سوريا يا احبابي مثل الشمعة منورة، شعر الاسود مثل الليل عكتفها نازل شلال، سهام عيونها تهد الحيل وبتسوسع عقل الرجال، برفعة ايدها نجم سهيل راح يوقع ما في مجال، العلقة معها بتعقد هريبة كلها شطارة على الهور يا ابو الهوارة، يا دين ابويا الهوارة، هي اكفاني يا احبابي مثل الشمعة منورة. هوارة ليش هربتي، هوارة ليش هربتي، وعلي ليش كذبتي، بسيارة عدنان ركبتي، انا شفتك حد الاشارة على هور يا ابو الهوارة، يا دين ابويا الهوارة، هي سوريا يا احبابي الهوارة بقرضها قرض من صغري وفيها بنادي، انا بعطي من تفكيري قرض للمحتاج من بلادي، البدو يغني فيها فرد يدرس عندي بالنادي، ما بيتقنها مثل الفرد ما بياخد مني شهادي، بعد خيله بتمشي عرض وبدها ترويض زيادي، لكن خيلي فوق الارض بتمشي مثل الطيارة على هور يا ابو الهوار، حسون ونغلو يا صوتي كمان جيت حب وخصلة شعرك أوطار. يمكن هي الحلقة اللي بتمر هيك بسرعة، ما حسيت إن إحنا مضينا ساعة معكم، خلص الوقت بسرعة كتير. أنا بالنسبة لي كتير استمتعت، وإن شاء الله المشاهدين كمان يكونوا استمتعوا بهي الحلقة اللطيفة اللي مرت هيك بسرعة بوجودك وبوجود الأساتذة. شكرا لك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير، وكل مشاهدينا تنعاد عليهم بالصحة والعافية والسلام، وأنا تحية مني لكل جندي عم بيقاتل وعم يحرر الأرض سوريا، بنقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بتضلوا معنا ونشوفكم العام القادم ونكون بقمة الانتصارات. إن شاء الله يا رب. ريماز شكرا كثير لحضورك حبيبة قلبي، وشكرا لك وشكرا إن شاء الله لسوريا مو اللقاء دراما. الأخير، هي بداية وكل عام وأنتم بألف خير، والشعب السوري بألف خير والمشاهدين، وبقدم كمان تحية للجيش العربي السوري، بقول له كل عام وهو بألف خير، سيادة الدكتور بشار كل عام وهو بألف خير، وإن شاء الله بيعم السلام والأمن والاطمئنان، وكل عام وهي بألف خير سوريا الحبيبة. إن شاء الله يا رب. دكتور موريس شكرا كثير لحضورك، شكرا لك لجملك ولكلماتك اللي كانت مليانه دفء اليوم بحلقتنا. شكرا، كل عام وانتم بخير، وانت سوريا بألف شعب خير. وجيش وقائد بخير، وانتم أهلاً بخير ان شاء الله، ينعاد عليكم. استاذ فرح واستاذ ماهر شكرا كثير لوجودكم معنا اليوم، كل عام وانتم بخير، شكرا كثير لكم. مشاهدينا حلقه مرت بسرعه اليوم،
نوعدكم بحلقه جديده، ومثل ما بنقول بنهايه كل حلقه بنشتاقنا رح نضل نشتاق لكل تفصيل بسوريا. انطرونا بحلقه جديده. كل عام وانتم بخير.